مرحبا. أنا اليوم بدنا نتعلم كيف ننظف الفطر الفريش. الفطر الفريش وقت نجيبه بكون بهالشكل هذا، شايفينه كيف؟ هي مثلا شايفة كيف؟ الفطر يعني بتحسيه وسخ، يعني كيف الواحد بده ياكله والفطر ما بينحط له مي نهائي. إذا حطيتي له مي خرب الفطر وراحت طعمته وما عاد خلص ما عاد ينفع. أما الفطر طيب هيك والله العظيم ما بشهي. في طريقة لازم نساويها مشان ننظف الفطر نقدر ناكله ونعرفه انه نظيف. طريقة سهلة ما في اشي، لا تخافي منها. هي الفطرة شايفين كيف وسخة؟ حنجيب سكينة، السكينة ناخد نقشر الفطرة بهالشكل. شوفي شايفين؟ هي القشرة الرقيقة خلص طلع هون عنا لون ابيض. شايفين اللون؟ هون كمان ناخد طرف القشرة نشد لفوق. خلص سهل كتير كتير ما فيها شي ابدا. انه والله الفطر المعلبات ما بيتاكل، مو طيب ابدا، يعني كانك عم تاكلي جلده. لا هذا الفطر الفريش طعمه كتير كتير طيب، تنظيفه سهل. نقص هي طرفه عم تبقى قاسيه شوي. نجيب معلقه شاي، معلقه اللي بحرك فيها بالشاي، معلقه صغيره كتير حتى هون. شايفين كيف؟ ومنطلعها على الساق تبعها، على الساق. شايفه كيف؟ ناخد هالاسود اللي جوا ونطلعه. شايفين هذا الاسود اللي جوا هذا؟ بنطلعه بالمعلقه صغيره بنفوتها وبنمشي فيه على الجزر بينضف. شايفه كيف طلعت نظيفه؟ احنا بدنا ناخد فطر نظيف نظيف جدا جدا. شايفينه كيف؟ ان شاء الله يكون مبين معكم. شايفه كيف؟ بهالشكل هذا ننظف كل شيء اسود جوا. احنا بنحصل على فطر لونه ابيض وظريف وبشهي. شوفي الفطرة كيف طلعت، شايفينها؟ شوفي الفطرة كيف كانت، شوفي. شايفة هي بيضة مثل التلج، شايفة هي وسخة. رح نساوي وحدة تانية، رح ساوي لكم هي. ناخدها من طرفها القشرة من نسحبها. شايفين القشرة؟ هي القشرة، هي القشرة اللي بنكبها هي، مشان نحصل على فطر نكهة نظافة ظريف عن جد، نكهته غير. يعني الفطر المعلب جد ما بيتاكل، يعني كأنك عم تاكلي جلد. يعني انا ما كنت اكله ابدا ابدا لحد ما جربت الفطر، وكنت شوف هذا بالسوق لاي وسخ، قلت يا الله كيف هذا بدي نطفه، كيف بدنا ناكله. بعدين اكتشفت طريقة، او بالاحرى تعلمت كيف بيتنظف. لانه انا ما اكتشفت، انا تعلمت بصراحة. كيف نجيب الاسود، بدك تعملي شوربة فطر، بدك تضيفيه للبيتزا، بدك في كذا أكلة فطر بتنعمل. فطر مع الدجاج، دجاج بكريمة الفطر، ممكن نعمل مثل الفخدة مع شايفين. طيب هلا رح يكون عنا فوطة لون أبيض، شايفينها؟ فوطة بيضة ما فيها شي. احنا خلصنا تنظيف الفطر. بس الفطر أحيانا نحن عم ننظف بيعلق عليه هيك شوية شغلات، شايفينه؟ نمسحه مسحة خفيفة. اما ما بنحطه بالمي ابدا ابدا ابدا. هي الفطر شوف ما احلاها. هي وحده تانية، شايفين هون ها؟ شايفينها كيف؟ انه لما توسخ ايدنا شوي من المعلقه شوي ها طلع فطر بجنن. شايفينها كيف؟ هاي بالقماشه البيضة طلعوا كل الوسخ. نستخدمه للشوربة. أكلة فخدة فطر كتير ظريفة بتطلع. ممكن نعمله مفركة، ممكن نعمل فطر محشي إذا كان عندك الفطر كبير. الفطرة كبيرة هاتي هي مثلا مثل هي الفطرة كبيرة. في أكبر، هو في أكبر بس أنا اللي عندي مو كتير كبار. هلا في أكبر فيكي هي بتقيمي العود النصاني تبعها هاد،
هي فيكي تعملي لها لحمة وبصلة وصنوبر، وبتحشي بقلبها، وبتعملي لها بوريه بطاطا تحطي لها على وشها، وممكن تحطي لها مرقة من تحت مع ماجي كذا، وتدخل على الفرن. كتير طعمته طيبة، أنا عاملته قبل هالمرة، حاطته بوصفة بس كتابة يمكن. كتير كتير بيطلع طيب، بس يكون الفطرات أكبر من هدول، يعني بصير شكلها مثل الانجينار، بتطلع شكلها مثل الانجينار. في فطر كبير بالسوق، بس هدول اللي عندي يعني وسط عاديات. إن شاء الله تكونوا استفدتوا من فكرة تنظيف الفطر، وبنصحكم تستعملوها يعني تجربوها، كتير بتعجبكم.